تعالوا بقى معايا شوفوا الجمال اللي انا فيه ده. شايفين الجمال؟ شايفين الحلاوه؟ ده طاجن بقى مكرونه كده بالوايت صوص. يا سلام يا سلام، مش قادره اوصف لكم بجد جماله، طعمه رهيب. انا بقى كنت قاعده بالليل كده انا وجوزي، وقال لي لا بصي انا جعان فتيجي نطلب اكل وكده. قلت له نطلب اكل ايه؟ زي ما بقول لكم كده بجد والله. نطلب اكل ايه؟ تعالى كده اعمل لك اكل كده بسرعه بسرعه هتاكل بجد صوابعك وراه. طاجن كده ولا في احلى منه. عايزه اقول لكم ان الطاجن ده اخد معايا حوالي بجد نص ساعه. اول حاجه دخلت سلقت على طول مكرونه، 400 جرام من المكرونه، وبعد كده كان عندي فلفل الوان، يعني ده مش اساسي، يعني ده اختياري كده. كان عندي فلفل الوان كده احمر اصفر اخضر، طلعته وقطعته كده بسرعه بسرعه شرايح رفيعه زي ما انتم شايفين. انا بحب اقطع فلفل الالوان بالشكل ده. جبت بقى طاسه عندي كده او اي صينيه او اي طاسه عندكم، وبعد كده كان عندي صدور فراخ في الفريزر. انا ببقى يعني عامله مقطعاها ومكعبات وغسلاها وجاهزه، اللي هو انا بحيث اطلعها خلاص اعملها على طول. طلعتها اديتها لفه كده في الميكرويف في ثواني، وبعد كده على طول حطيتها في الطاسه سخنه جدا، شطفتها برضو شطفه كده واديتها بليمونه. وبعد كده اديتها صدمه كده زي ما انتم شايفين، الطاسه سخنه جدا، ونزلت بالفراخ بتاعتي زي ما انتم شايفين. ده نص كيلو من صدور الفراخ. اول بس ما نزلت ميتها، حاولوا بس ما تقلبوش كتير علشان ما تنزلش ميه كتير، تمام. اول بس ما نزلت ميتها كده نزلت عليها ببصلايه تكون متقطعه مكعبات صغيره جدا زي ما انتم شايفين. بعد كده حطيت على البصلايه والفراخ بتاعتي معلقتين كبار من الزيت ومعلقه سمنه، واديت بقى كل ده تقليبه زي ما انتم شايفين كده. الموضوع اسهل ما يكون، بس حته طاجن جميل جميل بجد. والتوابل بتاعتي كانت عباره عن ملح، فلفل اسمر، رشه كمان كده من البابريكا، ورشه بسيطه من القرفه، لو عندك كمان زنجبيل، 7 بهارات. التوابل اللي انت بتحبيها حطيها. انا حطيت التوابل اللي انتوا شايفينها دي، هبقى اكتب لكم برضو كل المقادير مع الوصفه علشان تعملوها على طول. الموضوع سهل سهل قوي قوي قوي، وطعمها بيطلع خطير. تمام. بصوا بقى اديتها برضو تقليبه كده، تقليبه تقليبه كده كلهم مع بعض. واول لما تشوحوا كده وريحتهم تطلع، بنزل عليهم بالفلفل الالوان بتاعي. زي ما قلت لكم اختياري الفلفل الالوان، لو انتم ما عندكمش مش لازم تحطوه، ممكن تستكفوا بس بالفراخ وتمام قوي كده. لو عندك مشروم، زيتون، لو عندك حتى جزر ممكن تبشريه وتحطيه على الفراخ، برضو بيبقى حلو قوي قوي. انا بحط اي حاجه من الحاجات دي. بصوا انا اديتهم برضو تشويحه، وهحطهم بقى على نار واطيه كده على جنب، وابتدي اعمل البشاميل بتاعي. بصوا زي ما شايفين كده، بصوا اللبانه دي كانت فيها لبن اصلا في التلاجة، زي ما هي ساقعه كده وزي ما هي اللبانه جبتها وحطيت فيها معلقتين دقيق ومعلقه سمنه، ونزلت بالتوابل بتاعتي، ملح، فلفل ابيض او فلفل اسمر، وكمان رشه بسيطه كده من جوز الطيب بتخليها حلوه قوي قوي قوي. وقلبت كل ده كده زي ما انتم شايفين مع بعض. بصوا في ثواني نفس اللبانه عادي جدا. ده قد ايه اي لبن عندك بقى حسب ما الطاجن اللي انت هتعمليه. ده كان عندي كده كيلو من اللبن، رحت برضو مقلباه كده بالمعلقه، وعلى طول على طول بقى معايا البشاميل والفراخ والمكرونه. الموضوع اسهل ما يكون. كان عندي برضو القوالب اللي هي الالومنيوم دي، شايفينها؟ جبتها بقى كده وحطيت فيها مكرونه. اول حاجه بس سلقت 400 جرام من المكرونه، ماشي. جبت بقى هنا ادم هنا كان جعان، فهو بيحب الاكله دي قوي قوي، فكان فرحان بقى هنا جنبي عمال يقول لي ماما فين الطبق بتاعي، فين الطبق بتاعي، عشان عايز الطبق بتاعه حاجات معينه كده. ده كده حطيت اول حاجه شويه مكرونه، بعد كده نزلت بالفراخ بتاعتي بالشكل ده، شايفين؟ هنا بقى عندي فلفل هلبينو، لو انتوا عايزين تحطوا عايزينها سبايسي كده ممكن تحطوه. لو عندكم فلفل اخضر سبايسي برضو ممكن تحطوا لو انتوا بتحبوا الحاجه سبايسي. تمام. وهحط بقى شويه بشاميل، حطيت المكرونه والفراخ بتاعتي، وهحط شويه بشاميل على الوش. تمام. بصوا بقى ببتدي كده اوزعها بالمعلقه علشان ايه ما تبقاش عايمه في البشاميل فوق وتبوظ لي الفرن بقى والدنيا تبوظ. عارفين لما في بس حته بشاميل بتقع في الفرن بتبوظ الدنيا، ريحتها بتطلع ودخان والدنيا بتبوظ اكتر ما كمان الغسيل يعني. تمام. وزعت كده البشاميل زي ما انتم شايفين. وهنا بقى كان عندي جبن، بنت خالي كانت جايباها لي، بتقول لي هبه بصي انا شفت الفيديو بتاعك بتاع البيتزا والجبن ما كانتش بتشد وانا بقى كنت عايزه لك جبنه كده بتشد معاكي، جربي نوع الجبنه ده وقولي لي. جابتها لي، هي بتبقى سايبه كده، فقلت لها بس كده يا قلبي يا شيمو حبيبتي شكرا بجد على الجبنات. بلاش جبنات عشان مش عارفه تضايقكوا في ايه، جبن. جبن ماشي. جابت لي الجبن دي فهنجربها مع بعض برضو. بصوا بقى دي عملت طبق تاني، هو طبق ليه وطبق ليا، وكمان هنعمل طبق لدومي. حطيت فيه برضو مكرونه والفراخ واديتهم تقليبه برضو زي ما انت عايزه بقى.
وحطيت برضو البشاميل على الوش. عايزه بقى تحطي جبنات حطي، لو مش عايزه تحطي اكتر وقت، لو ما عنديش جبن مش لازم احط يعني، ممكن استكفي بس بالبشاميل وخلاص كده وادخلها الفرن على طول. اللي عندك موجود حطيه يعني، ما توقفيش نفسك على حاجه قلت لكم كذا مره. بس كده عملنا خلاص الطبقين بتوعنا. ده بقى الطبق بتاع استاذ دومي. بعد ما عملته لا يا ماما شيلي لي الفلفل الاحمر والاخضر، انا مش عايز عايز فلفل اصفر بس والفراخ، وشيلي لي اي حته بصل. فانتوا عارفين بقى هما بيتدلعوا، فحاضر يا حبيبي اللي انت عايزه ماما عشان ياكل في الاخر. عملت له بقى الطبق بتاعه الصغنون ده وخليته برضو يساعدني فيه علشان هو واقف جنبي، جايب الكرسي بتاعه ده وواقف جنبي بقى اللي هو بيساعدني. برضو حاولوا تشاركوا ولادكم كده برضو في الاكل وانتوا يعني بتعملوه. دخلناه بقى الفرن وطلع بالجمال اللي انتوا شايفين ده. شايفين الجمال؟ وكمان التاني كمان خرج. انا برضو دقت من الاولاني لحد ما التاني يخرج. بصوا الجمال، الله بجد. حمرت شويه بطاطس بقى وهو في الفرن كده، حمرت شويه بطاطس وزي ما انتوا شايفين فظيع فظيع بجد. حطيته في الفرن ازاي على درجه حراره متوسطه. انا شغلت الشبكه بس برضو، بس ما علتهاش قوي علشان ما يحمرش قوي 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 وما تحسوش ان هي جوسي كده معاكم. ولعت الشوايه بس خليتها على نار متوسطه واديتها بس وش على الشوايه عشان كل حاجه طبعا مستويه. بس كده وطلعت بالجمال اللي انتوا شايفينه ده. بصوا الجمال، حلوه قوي 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 بجد تحفه. وما خدتش بجد نص ساعه وكنت مخلصه يعني، انا حسبت الوقت بالظبط. عملت بقى شويه بطاطس محمره، عندك صوصات تحطيها جنبها زي ما انت عايزه. بصوا لا بس الجبن بتشد يا شيماء بجد، شكرا ليكي. حلوه قوي 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 بجد، جربوها تعجبكم قوي، مش هتاخد وقت معاكم. واستنوني فيديو جديد على خير، وما تنسونيش في اللايك والشير. لو لسه ما عملتوش لايك يلا انزلوا بسرعه دلوقتي اعملوا لي لايك وكومنتات كتير حلوه زيكم. بحبكم جدا، باي باي.